الله غالب. واش حدير كل اسبوع احنا قاعدين والمشاكل يطيحوا هكذا. فضيحه اخرى على مستوى الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، فضيحه المنتخب النسوي لكره القدم، فضيحه كبيره قد تمر مرور الكرام مثل ما مرت الكثير من الفضائح. هل اصبح اقصاء منتخب وطني من اولمبياد او من تصفيات الاولمبياد اللي راح تجرى في 2024 في فرنسا؟ يعني كنا نتمنى على الأقل في كل الرياضات يكونوا رياضات ليرفعوا العالم الوطني في بلد فرنسا. هل هذا الخطأ الإداري سيمر مرور الكرام وكأن الأمر عادي جدا وكأن شيء لم يحدث؟ غريب وغريب جدا. كان فيه هذا الخبر اللي تناولته الكثير من وسائل الإعلام. أعطينا هذا التويت، هذا الخبر اللي بدأ المنتخب النسوي يغيب رسميا عن أولمبياد باريس 2024 بعد عدم تمكن اتحادية المنتخب الأول من تسجيله في التصفيات القارية. نذكروا أنه المرور على التصفيات القارية يكون عن طريق التصفيات في إفريقيا طبعا، والمشاركة بعد ذلك في أولمبياد باريس. القرعة سحبت في القاهرة واسم الجزائر غير موجود. كارثة مثل هذه في دول متقدمة ستعصف بكل من رئيس الاتحادية، أعضاء المكتب الفيدرالي كلهم، لكن نحن نعلم يقينا أنها ستمر مرور الكرام في الجزائر. الشيء الغريب والغريب جدا أنه ولا واحد تحمل المسؤولية. الأمر كان في شهر أفريل 2022 كان آخر أجل آنذاك لتسجيل منتخبنا الوطني النسوي في التصفيات، وتم جلب فريد بن ستيتي هذا المدرب الجزائري الذي سبق له العمل في نادي أولمبيك مارسيليا أولمبيك ليون وأيضا باريس سان جيرمان مع فريقهم النسوي. استقدم بأموال باهظة، يقال والعهدة على الراوي أنها 25 ألف يورو يتقاضى هذا المدرب من أجل في الأخير أنه لا نسجل منتخبنا الوطني النسوي. وكل أهداف الرجل الذي صرح بها لما جاء راح يبقى يعني يتلقى في راتب لطيلة 2023 وطيلة 2024 دون أي منافسة، وكأن الأمر عادي وأموال الشعب الجزائري تهدر دون أن يتحرك أي طرف. سيد معطاوي كإعلامي، ماذا تقول عن تصريح رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع؟ تفضل. لاحظ معي عمر، قبل هذا التصريح لقد نسب ميسي إلى كولومبيا، هذه أول نقطة. ثاني نقطة، حول رديف الخضر إلى المنتخب الأول. ثاني نقطة. ثالث نقطة، ذكر 7 لاعبين وأضاف لهم أيت بن ناصر وأيت محرز، وصارت التشكيلة فيها 9 لاعبين واقفة للعب، يعني وكأنه تشكيلة فيها 9 لاعبين وليس 11. أنا أقول بأن لقجع اختلطت عليه الجغرافيا والتاريخ والرياضيات. لقد بدا لي وكأنه تلميذ راسب في مادة اسمها الجزائر. أنا لا ألوم لقجع يا عمر في هذا الحوار، ألوم ذلك الصحفي الذي اقترب إلى لقجع ولم يتأكد بأن الرجل كان يتمتع بكامل قواه العقلية وهو يدلي بهذه التصريحات. انتهى الدرس يا لقجع. محمد تفضل تعليقك. هذا هو المباشر مشاهدينا الكرام. لا أنا نظن لو كنت أنا مكانه، أنا نظن في بعض الأحيان راك تشوف يلحقوا ناس كما هذو لأعلى مستوى. شوف واش عندك كالصورة. مرور والتوزيع على مستوى القائمة الثاني والتسديدة الأرضية والركنية الشوط الثاني. رفع كرة على مستوى القائمة الثاني والهدف الأول للمنتخب المغربي. الهدف الأول للمنتخب المغربي. هدف أول للمنتخب المغربي. فرحة هستيرية
في اللحظات الأخيرة من المباراة. إعادة للعملية، إعادة للركنية. نادي أبو ستة في التنفيذ، وعلى مستوى القائمة الثاني حاملة القميص الرقم 14 اللاعبة البديلة نورا نوحيلي تسجل الهدف في الدقيقة 80+2. هذه الإعادة وهذه الكرة، الترويض في مناسبة أولى والتصويب من نورا نوحيلي. واحد أهداف على المنتخب التونسي للحصول على هذا اللقب. على كل هذه ما زالت كهنات وما زال الآونة نهاية المباراة بفوز المنتخب المغربي على المنتخب المصري بنقاط. سجلت 5 وقبلت 2 إيجابي. المنتخب مباراة تونس الجزائر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال في نفس هذا الملعب، ملعب المرحوم الباجي قائد السبسي. نشاهد فرحة المغربيات بهذا الانتصار. هي تونس انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال. قلنا مباراتكم في مباراة تونس الجزائر انطلاقا من الساعة. انتهى الدرس يا لقجع. محمد تفضل تعليقك. هذا هو المباشر مشاهدينا الكرام. لا انا نظن لو كنت انا مكانه، انا نظن في بعض الاحيان تشوف يلحقوا ناس كما هذول اعلى مستوى. شوف واش عندك كالصوره